طول عمرنا مفهميننا ان الذكاء ده زي البصر، يا تتولد بيه يا تعيش طول عمرك غبي. بس المفاجاه بقى ان ده اكبر مقلب شربناه. انت تعرف توماس اديسون؟ ايوه، اللي اخترع المصباح الكهربائي. طب انت كنت تعرف ان اللمبه دي اختراع من ضمن 1093 براءه اختراع؟ كل ده مسجل باسمه. والمفارقه ان مدرسين وقالوا مش هيتعلم حاجه ابدا. هو انا براءه الاختراع الوحيده في حياتي اني بعرف ارستر الراوتر لما النت يهنج، والمدرسين كانوا بيقولوا عليا ذكي. معدل الذكاء مش ثابت ولا بيقف عند سن معين زي الطول مثلا. صحيح الذكاء الفطري بيختلف من شخص لشخص، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى بيديها هبات اكتر من غيرها. بس انت تقدر بشويه عادات يوميه كده تودي مستوى تفكيرك وذكائك في حته تانيه. وبجد لو كملت معايا الفيديو للنهايه، اللي فات من حياتك هيبقى حماده، واللي جاي هيبقى حماده تاني خالص. لاني جمعت لك 5 عادات هم الزتونه، ولو عملتهم هتعمل ابديت لدماغك وتزود ذكائك وتتعلم اسرع على الاقل بالضعف. بس الاول، اهلا بيكم في خد نفس مع الدكتور. خد نفس عميق وتعلم. العاده الاولى، اول عاده واصعب عاده، الولا حاجه. ايوه زي ما سمعت كده، احنا شغالين سكرول على السوشيال ميديا لحد ما صوابعنا ورمت، فاكرين ان كتر المعلومات اللي هتخش هنا هتخليك اذكى. بس الحقيقه دماغك دي عامله بالظبط زي المعده. لو فضلت تاكل عمال على بطال من غير ما تدي لنفسك فرصه تهضم، هيجي لك تلبك معوي. هنا بقى بيجي لك تلبك فكري. يا راجل انت لو بتحشي بتنجان وكبست الرز فيه على اخره، الصبع هيطرشق من جنابه. لازم يبقى في مساحه للتفكير من غير موبايل. انتوا عارفين اينشتاين كان بيمشي بالساعات لوحده، لا يقرا لا يشاهد لا يستمع، بيفكر بس. هو دماغك بعيد عن التكنولوجيا 20 دقيقه بس في اليوم. لما تبطل تاخد معلومات من بره حتى لو تافهه، بيبدا المخ يعكس العمليه ويطلع هو افكار. ادي فرصه لدماغك تربط الافكار ببعض. هتحس بملل في الاول طبيعي، بس بعد الملل ده المكنه هتبدا تطلع قماش. تفكيرك مش بينمو وانت مطحون، مخك بيكبر وبيشحن وانت مريح وبتاخد نفس. لو وصلت معايا لهنا يبقى يا اما الموضوع عجبك او اسلوبي عجبك. قول لي بقى انه عجبك. هتقول لي اقول لك ازاي؟ اقول لك شغل دماغك ودوس لايك، هعرف على طول انه عجبك. وسيبك من التعليق، يبقى اكتبه ان شاء الله لما تخلص الفيديو في النهايه. ندخل على العاده الثانيه، المحاوله قبل طلب المساعده. لما بتتزنق في مشكله او لغز، اول حاجه بنعملها بنجري نسال جوجل او نشوف حد يحل لنا الحوار. يا راجل انا بشوف ناس بيظهر قدامها فزوره او عمليه حسابيه على فيسبوك ومكتوب الحل في اول تعليق. هو اول ما يوصل لاول ما يوصلش لليك، يعني ما بيكملش كلمه تعليق، وتلاقيه دايس على التعليقات عشان يشوف الحل. طب بالله عليك يا شيخ، انت استفدت ايه طالما مش هتتعب نفسك بربع جنيه في التفكير؟ ايه لازمه انك تعرف الحل اصلا؟ الغلطه هنا ان مخك مش بيقوى لما بياخد الاجابه جاهزه. اجبر عقلك على العمل. مخك بيقوى وهو بيعافر عشان يلاقيها حتى لو ما عرفش يحلها. ايه رايك بقى؟ بس عشان تعرف تطبق الحلول اللي مخك بيعافر فيها ديت، محتاج تنظم الفوضى اللي جوه. ودوت اللي هنعمله ان شاء الله في العاده الثالثه. العاده الثالثه، الكتابه. بس مش للحفظ، اكتب عشان تفكر مش عشان تحفظ. دماغنا من جوه احيانا بتبقى عامله زي سبت الغسيل، الداخلي على الخارجي والابيض على الالوان، افكار سايحه كده على بعضها. بمجرد ما تمسك ورقه وقلم، انت بتجبر عقلك ينظم الفوضى ديت. الناس الاذكياء بيكتبوا عشان يفهموا انا فاهم ايه وايه اللي ملخبطني. جربها وهتتفاجئ بكميه النور اللي هينور في دماغك، وهتلاقي حاجات كتير كنت فاكر نفسك فاهمها وقاضمها 100%، وطلع مخك بيخدعك وهي لسه محتاجه منك شويه مجهود كمان. ندخل بقى على العاده الرابعه. انا عن نفسي بحب العاده دي جدا، كوكتيل المعرفه، فخفخين العلم. اياك تتعلم حاجه واحده بس، اتعلم حاجات كتير مختلفه. خد بس اقول لك على حاجه عشان ما تفهمنيش غلط، انا مش ضد التخصص وما بقولش ما تتخصص. التخصص ثالث افضل اختراع بعد اختراع النار وحاجه تانية كده انا مش فاكرها. انا اقصد ما تتقوقعش على نفسك في مجال واحد وتبقى ميح في اي مجال تاني. جميل انك تتخصص في الطب وتبقى دكتور شاطر واشطر دكتور كمان، بس تفهم شويه في ميكانيكا عربيتك، عشان الميكانيكي ما يشتغلكش ويقول لك العربيه محتاجه نص عمره وهي محتاجه شويه وش سلندر بس. تبقى قاري تاريخ بلدك، عندك شويه مبادئ في علم النفس والفلسفه، تعرف تستخدمهم في تطوير الذات وتطوير العلاقات وهكذا. والمهندس كذلك، والمدرس والصنايعي وكل الناس. الذكاء الحقيقي هو انك تعرف تربط النقط ببعضها. يعني تقرا في علم النفس على حته تكنولوجيا، تفهم شويه في التاريخ، فجاه تلاقي دماغك بتطلع افكار بره الصندوق خالص، وهتلاقي نفسك بتشوف روابط مش هيشوفها غيرك. الروابط دي هي اللي بتعمل بوم في الدماغ وتخلق الابداع الحقيقي. العاده الخامسه والاخيره معانا، نودي الذاكره الجيم. ايوه زي ما سمعت،
درب ذاكرتك. الذاكره مش موهبه، دي مهاره، زي العضله لو ما استخدمتهاش هتصدي. اتعلمت معلومه جديده، اقفل الكتاب وروح اشرحها لمراتك، لابنك، لبنتك، عافيه، اربطهم واقعد اشرح لهم. طب لو ما قدرتش عليهم وربطوك هم وما حدش عبرك، عادي جدا، اشرح اللي في حيطه، على الاقل تبقى واثق انها مش هتعرف لو غلطت. المهم تسترجع المعلومه من دماغك، الاسترجاع دوت هو اللي بيبني العضله بجد. والحته اللي جايه دي عشان ولادنا الغاليين واحنا داخلين على مدارس. انت قاعد تحفظ كلمات انجليزي وبتسمع لنفسك وهوب بتسيب كلمه كانك ما شفتهاش قبل كده خالص. ما تضربش عينك كده في الملزمه كانك يعني الملزمه مش واخده بالها، لا، اعصر دماغك الاول ولما تيأس يبقى شوفها. وراهنك لو عملت كده وافتكرتها لوحدك مش ممكن هتنساها مدى الحياه. والعاده دي مش بس للمعلومات العامه، ده السر اللي خلاني وانا في اعدادي احفظ 120 كلمه انجليزي في الساعه. لو حابين تعرفوا الطريقه سيبوا لي تعليق تحت واعمل لكم فيديو قصير كده مخصوص عنها. ايه الخلاصه؟ الذكاء مش رقم ثابت، ده بيتزرع كل يوم بعادات صغيره بنكررها. والذكاء ده مش بس تطوير ذات، ربنا امرنا نتفكر ونستخدم عقلنا. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعادات دي عباده قبل ما تكون نصيحه. لو حسيت انك خدت جرعه مفيده من خد نفس النهارده يبقى الفيديو يستاهل اللايك المتين. واكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجه من الخمسه قررت تبدا بيها من بكره. واشوفكم باذن الله الحلقه الجايه، وسلام.